السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بقى النهاردة هنعمل الوراك معايا بتتبيلة جديدة جدا، تتبيلة خطيرة جدا يا جماعة، وبتخلي الطعم مميز جدا، وكمان هنزود عليها الليمون المعصفر. تعالوا بقى أول حاجة معايا كده، عندي معلقتين كبار من تتبيلة الفراخ المشوية معايا بالشكل ده، وبحط عليها كمان معلقة صغيرة كاملة من الفلفل الأسمر، وكمان معلقة صغيرة كاملة من الكمون، وكمان هحط عندي قرفة يا جماعة. القرفة دي روح الأكل عندنا، الوراك أو اللحوم تبقى خطيرة جدا ما شاء الله. يبقى أنا هنا حطيت كمان الكمون معايا. بزود عندي بقى هنا مقدار كده نص كوباية صغيرة من الزيت معايا كده، اللهم بارك. بزود بقى كمان عندي الليمون معايا زي ما حضراتكم كده شايفين. هنعصر دلوقتي الليمون معايا بالشكل ده، عصير ليمونة كاملة، اللهم بارك. ادي يبقى انا هنا عملت اساس التتبيلة معايا ما شاء الله. شايفين انا هنا زودت عندي كمان ليمون، نص كمان ليمونة معايا، اللهم بارك. بقلب بقى كل التتبيلة كده على البارد. شايفين التتبيلة معايا خطيرة جدا، اللهم بارك ما شاء الله. شايفين البهارات معايا شكلها روعة. بروح مزودة كمان عندي شوية كده من الزيت معايا كده كمان، وقلب معايا. الزيت بيساعد يا جماعة على ان التتبيلة تتشرب كويس جدا معاكي في الوراك معاكي، بتبقى خطيرة. عندي بقى طاسة سخنة، بحط فيها شوية كده صغيرين من الزيت، وهنزل عندي بالوراك المتقطعة. أنا الوركة عندي حجمه كبير ما شاء الله، جايبة عندي 3 وراك مقدار 1.5 كيلو. قطعته عندي نصين بالشكل ده، بحمره عندي في شوية كده من الزيت على نار عالية جدا، بديله كده تشويحة وكمان لون معايا، اللهم بارك. شايفين اللون معايا خطير، اللهم بارك. شايفين حاجة كده ما شاء الله. على ما بقى تتحمر معايا، تعالوا نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يا أحلى متابعين وأحلى إخوات في الدنيا، يا رب كده يديمها نعمة علينا جميعا بحب المصطفى وحب الله عز وجل، وجمعنا مع الحبيب دنيا وآخرة، اللهم أمين. شايفين بقى هنا بقلب عندي في كل الجناب معايا، لازم احمرها كويس جدا. انا اهم حاجة عندي التحميرة دي يا جماعة، لازم احمرها واخليها مقرمشة معايا كويس جدا معايا، خطيرة، اللهم بارك ما شاء الله. بحط عندي بقى كده رشة من الزعتر على الروزماري علشان تعلي التست جدا معايا ما شاء الله، وهي بتتحمر معايا، اللهم بارك. شايفين حضراتكم النهاردة بقى هنعمل وراك كده يعني بالتتبيلة بتاعتها النهاردة الخطيرة بصراحة، مش كلنا زيها قبل كده في طعمها وجمالها وريحتها المميزة جدا ما شاء الله. شايفين حضراتكم ادي بقى هنحمرها عندنا من كل الجناب، اللهم بارك ما شاء الله. أنا طبعا معلية النار عليها علشان تتحمر معايا، وفي نفس الوقت الزيت مش يحروق معايا، لازم تبقى وسط معاكي كده. وطبعا محافظة عندك على الزيت علشان احنا طبعا هنشتغل كله عندنا في الطاسة دي يا جماعة. احنا كل شغلنا دلوقتي هيبقى في الطاسة عندنا دلوقتي، مش هنستخدم بقى حلل كتير ولا أي حاجة خالص ولا أي تكاليف، لا ده كله عندنا في حلة واحدة زي ما حضراتكم كده شايفين، اللهم بارك ما شاء الله. بعد بقى ما تشوح معايا كويس جدا معايا بالشكل ده، شايفين درجة اللون اللي احنا عايزينها معايا، دي قدام حضراتكم اهي. هبدأ دلوقتي بقى احط عندي التتبيلة الخطيرة الأساسية اللي احنا عملناها في أول الفيديو على الوراك بالشكل ده. شايفين بقى الطعامة، وهبدأ دلوقتي بقى هقلب كده كله مع بعضه علشان الوراك تشبع معايا كويس جدا معايا. انا حطيت عندي مقدار معلقتين كبار كده، وسبت الباقي معايا علشان لسه هستخدمه معايا ما شاء الله. ادي حضراتكم شايفين حضراتكم يعني بكل سهولة جدا ما شاء الله. هبدأ بقى كل شوية كده هقلب معايا بالشكل ده. شايفين اللون معايا يا جماعة حلو جدا، اللهم بارك. شايفين حضراتكم بقى كده خطوة التحمير بقت تمام. تعالوا بقى أنا مجهزة عندي مية مغلية، كوباية كبيرة من المية المغلية، وهسيبها تغلي معايا بالمية كده
غلوة واحدة يا جماعة ما شاء الله على النار. وبعد كده هنعمل خطوة مهمة جدا، علشان طبعا احنا عايزين نعمل النهاردة صينية تشرفنا، خاصة في العزومات. لو عندك عزومة بقى هتبقى ديت مميزة جدا ليكي، وبجد هتشرفك جدا قدام ضيوفك. شايفين بقى لون الصوص معايا؟ تعالوا بقى نعمل اللي بعد كده. بجيب عندي طماطم، وكمان عندي بطاطس، وكمان عندي حبيتين من البصل، بنزل عليهم بباقي التتبيلة الأساسية بتاعتنا النهاردة مع رشة من الملح ما شاء الله. وهبدأ أخلط المكونات كلها مع بعض كده بالشكل ده. اللهم بارك. أنا عايزة بقى إيه الخضار، طعم الخضار كده يتشبع كده من التتبيلة معايا، وهيبقى طعمه مميز جدا وخطير ما شاء الله. الفرن بتاعي سخن جدا، اللهم بارك. شايفين ما خدتش غير خطوة بس التحمير الأساسية معايا. أول ما خدت أول غلوة معايا بظبط عندي الأول كده الملح كويس جدا، علشان طبعا أتأكد في كل خطوة إن ملحها مظبوط معاكي ما شاء الله. شايفين حضراتكم لونها خطير. هنا بقى بروح مزودة عندي فصوص الثوم زي ما هي كده، واروح رصة عندي الوراك معايا على البطاطس مع الطماطم، وكمان أجمل خضار معايا خطير جدا. أي خضار بقى موجود عندك اعمليه. وتعالي بقى نصب عندنا الشوربة الخطيرة بالتتبيلة الرهيبة معايا النهاردة، روعة وجميلة ما شاء الله. هندخل بقى الصينية الجميلة دي في فرن سخن جدا على درجة حرارة 200 لمدة نص ساعة يا جماعة، هتستوي وهتبقى معاكي مميزة جدا اللهم بارك. دلوقتي بقى دخلتها عندي الفرن ما شاء الله، وأول بقى ما طلعت معايا بالشكل الخطير الجميل ده اللهم بارك، أجمل صينية فعلا تشرفك قدام ضيوفك وفي العزومات ما شاء الله، مستوية جدا اللهم بارك. الوراك معايا مستوية جدا ودايبة كده زي الزبدة، وكمان أجمل صوص معايا خطير. والبطاطس مستوية بقى مع رز بالشعرية، رز أبيض تاكليها مع شوية كده خضار مخلل معاكي بالعيش، هتبقى مميزة جدا وبألف هنا وشفا. وأجمل أكلة ليكوا يا ست الكل. أتمنى يا رب تقولوا لي رأيكم إيه في التعليقات. ويا أجمل إخوات في الدنيا، أتمنى حضراتكم تتابعوني على صفحتي على اليوتيوب. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب العالمين. اللهم بلغنا حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.